السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت نبارطاجي معكم هاد الوصفة ديال الكيك اليومي بمقادير مضبوطة. فعلا كيجي هشيش بزاف وطالع ما شاء الله. الا جربتوه اكيد غتوليو تعاودوه، وسورتو الا كانوا عندكم وليدات صغارين غادي يحماقوا عليه. ونقولوا بسم الله على بركه الله. نبداو طريقه التحضير. هنا كنحتاجوا 3 البيضات، الصفار بوحدو والبيض البيض بوحدو. اول حاجه غنبدا بها هي البيض البيض، غادي نطلعوه مزيان بالباتور حتى يوليو على هذا الشكل اللي غادي تشوفوا، تقريبا واحد 5-6 دقائق هكاك، الفيتاس 2 صافي. وغادي نطلع البيض البيض ديالي وغادي تشوفوه كيفاش غادي يولي بالضبط. صافي هنايا البيض البيض ها هو واجد، خصو يكون على هذا الشكل هذا، يكون داير هذاك المنقار. صافي غادي نخليوه على جانب وغادي نبدا مع صفار ديال البيض. هنايا درت 80 غرام ديال السكر، يعني كاس ديال العنبه مع مرش، والياغورت ديال الفاني، واحد الكاس ديال الياغورت هكا، شي 3 المعالق او 4 المعالق بالنسبه اللي عندهم طاسه كبيره، وسكر ديال الفاني، وكاس مع مرش ديال الزيت، يعني كيف السكر كيف الزيت، الحساب ديالو على حساب الكاس ديال العنبه. واللي عنده الميزان غادي يعبر 80 غرام ديال الزيت. وصافي ونخلط كل شيء مزيان. صافي هنايا غادي نضيفو الدقيق، العبار ديال الدقيق من 150 غرام حتى ل 200 غرام، ديما على حسب النوعيه ديال الدقيق، حيت كاين الدقيق يعني اللي كيتشرب دغيا وكاين الدقيق اللي لا. انا هنايا احتاجيت 200 غرام بالضبط ديال الدقيق. صافي كان درت الكميه الاولى وحركت مزيان، وعاد ضفت الكميه الثانيه. وغادي يبان لكم الخليط عقاد واحد شويه، يعني قاصح، ما تخافوش منه، حيت مازال غادي نديرو بيض ديال البيض هو اللي غادي يخفف لينا الخليط. هانتوما غادي تشوفوا المراحل كامله في هاد لا فيديو كيفاش غادي يولي معنا الخليط. صافي هنا البيض ديال البيض غادي نديرو على 3 ديال الدفعات، الدفعه الاولى، ونخلط من التحت للفوق، من التحت للفوق بهذه الطريقه هذه، ونزيد الدفعات الاخرين على نفس الطريقه. هنا راني وجدت المول ديالي، دهنته بالزبده ورشيته بالطحين. صافي وغادي نكب الخليط. ديما طلعوا داك لو بول الفوق، عاد كبوا الخليط، ما يكونش لاصق مع المول، خصو يطلعوا يديكم شويه للفوق. صافي وخليت واحد الكميه قليله من داك الخليط، وزدت عليه معلقه كبيره ديال الكاكاو،
ومعلقه ديال كبيره ديال الياغورت الفاني اولا الحليب اللي عندكم، حيتاش الكاكاو غادي ينشف لينا الخليط. هذاك الحليب اولا الياغورت هو اللي كيخلي الخليط خفيف، ما قاصحش. صافي تنخلطو مزيان على هاد الطريقه هذه باش ما يكونوش هذوك الحبيبات ديال الكاكاو، وصافي وكنكبو فوق من هذاك الخليط البيض. صافي هنايا راني حركت الخليط بالمعلقه كي كتشوفوا، وغندخلها الفران المده اللي خدات معايا 45 دقيقه بالضبط، وعلى عافيه مهيله على خاطرها خليوها تطلع. صافي خرجت على هذا الشكل هذا. صراحه الريحه ديالها كتعطي ملي كتكونوا كطيبوها ريحه زوينه، وفاش كتخرج من الفران فريمون داك لا تكستور ديالها هشيشه بزاف. وهنايا راني حضرت الشكلاط ذوبته. هنايا راه هاد الشكلاط اللي كنت خديت فيه الحبيبات، من الاحسن انكم تاخذوه بلا حبيبات. انا هنايا ما رديتش البال وكان فيه هاد الحبيبات هادو، ولكن حتى هما جاو زوينين، جاو كروكون في الكيك. وزوقت بلي زاموند على هاد الطريقه هذه. تقدروا تزوقوا بالطريقه اللي بغيتو، المهم ان الوصفه باينه وواضحه، والطريقه ديال التقديم كتختلف على حسب الذوق ديال كل واحد. وصافي الكيكه هي واجده صراحه، بنينه هشيشه. انا اكيده الا جربتوها غتوليو تعاودوا ديروها. الوليدات الصغار تيحماقوا على لي كيك اللي فيهم الشكلاط، وحتى حنايا اللي كبار كنبغيو نفرحوا راسنا بلا دراري صغار. وبالصحه والراحه مسبقا. ونتمنى ان الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، وانكم الا جربتوها تشاركوني التعاليق ديالكم الزوينه. وشكرا بزاف على المشاهده، ونتلاقاو في فيديو جديد ووصفه زوينه ان شاء الله باذن الله. وما تنساوش ديروا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه باش يوصلكم كل جديد. هادشي كيشجعني باش انني نجيب بزاف ديال الوصفات. وما علينا نقول لكم نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. وعواشركم بروكا، رمضان مبارك كريم، يدخل عليكم بالصحه والسلامه وطول العمر يا ربي، وتهلاو ليا فراسكم.